اليوم أنا أردت أعرض معادلة مهمة جدا. أن ما يسوق لأن المملكة العربية السعودية ضد الثورات وضد الحراك أو ما شابه ذلك، ومن هم يبيعون الأوطان للأسف الشديد ويسوقون أن المملكة العربية السعودية تدير صفقة القرن. أقول لكم أنا من منبري هذا من الجزائر وبمناسبة أول نوفمبر أن المملكة العربية السعودية في سنة 1954 بعد شهرين من اندلاع الثورة في جانفي 1955 أدخلت عن طريق الملك سعود القضية الجزائرية لهيئة الأمم المتحدة. شوفوا، حتى اتهمتها فرنسية بالشيوعية، لأن كان زمان هناك صراع بين الشرق والغرب، كانوا كوكبين، واللي يجي ضد الغرب يسموه شيوعي. حتى اتهموا الملك سعود أنه شيوعي، وهذا في كتابات أنا قرأتها في باريس. وفي سنة 1956 يتم تأسيس اللجنة المركزية تحت رئاسة الأمير سلمان، الملك سلمان طال الله عمره اليوم، من طرف أخوه الملك سعود، ويأمر الملك فيصل بأن يتم إعداد مذكرة إدانة بهيئة الأمم المتحدة. ويسعى الملك فيصل رحمه الله أيضا كوزير خارجية، حتى وصل به الحال الملك سعود إلى أنه خصص 1957 حج الجزائر، كل إيراداته راحت للجزائر. 1958 يتم الاعتراف بالحكومة المؤقتة. 1962 يتم الاعتراف رسميا من طرف أولى دول المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية، أنا أقول كلامي هذا للفلسطينيين وغيرهم، هي ضد تخريب الأوطان، ضد تنصير الأوطان العرب. شوفوا كيف عملت معانا وانتم تتهموها بصفقة القرن. أفيقوا، لأن هذا الخفاش اللي أراد أن هو اللي عامل صفقة القرن أراد أن يسلبكم وطنكم ويخون عهودكم ويتهم المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية من زمان، من سعود إلى فيصل إلى خالد، فهد، سلطان، نايف، الملك عبد الله رحمهم الله، إلى الملك سلمان يوم أطال الله عمره. هذه عندها تاريخ عريق في تحرير الأوطان العرب وعدم تنصيرهم. فلتفيقوا إن شاء الله.